سمكة الشيطان الأسود. ظهرت هذه السمكة لأول مرة في التاريخ. ظهرت قبالة سواحل أرخبيل الكناري الإسباني. الشيطان الأسود هو اسم سمكة تعيش عادة في الأعماق الساحقة التي قد تصل إلى 4500 متر تحت سطح البحر، في بيئة يسودها الظلام الدامس ولا يعلم أحد ماذا يوجد هناك. وأعتقد أن هذا هو سبب تسميتها الشيطان الأسود، يعني لأنها تعيش في مناطق مظلمة جدا، مناطق شديدة الظلام. وقد تمكن الخبراء من تصوير هذه السمكة سابقا على سطح البحر في حالات معدودة، لكنها كانت نافقة أو في مرحلة اليرقة، ما يجعل الخبراء يعتبرون ظهور سمكة الشيطان الأسود على مقربة من الساحل وفي وضح النهار حدثا استثنائيا يستحق البحث والدراسة. وبالتأكيد هناك شيء كان سببا في ظهورها، فما هو يا ترى؟ وما قصة هذه السمكة؟ إذا كنتم تريدون أن تعرفوا كل شيء فيما يخص هذه السمكة، سمكة الشيطان، ما عليكم سوى ترك تعليق، وسأقوم بإنشاء فيديو آخر أشرح كل شيء عن هذه السمكة. شكرا.